بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا مكملين مع بعض في الحمله بتاعتنا اللي هي ضد قانون الاسره ونطالب بالتعديل. وانا قلت هعمل حلقات متقطعه الفتره اللي فاتت. انا عملت تقريبا 6 حلقات، والنهارده الحلقه السابعه متعلقه بقانون الاسره، وماسكه نقطه نقطه بتكلم عنها وبقول رايي الشخصي، بقول ايه المفروض يبقى القانون عليه. لعل وعسى صوتنا يوصل ويبداوا في التنفيذ. ادينا بنعمل محاوله. كل اللي بطلبه من سيادتكم اللي مش متابعني على الصفحه يتابعني، واللي يعجبه الفيديو يشيره، واللي ما يعجبوش اكنه ما شافوش. تحياتي لكم. النهارده هنتكلم على الطلاق للضرر، وايه وضع الطلاق للضرر، وايه قصته، و... وهل هو يعني بيتم فعلا في القانون المصري ولا ما بيتمش. ناس كتير بتلجأ للخلع على اساس ان الطلاق للضرر ده بيبقى صعب، وان الزوج عشان تاخد طلاق الضرر وتاخد كل حقوقها ده شيء صعب يعني. مبدئيا كده الطلاق للضرر ده لازم يبقى ليه شروط معينه. يعني عشان القاضي يحكم لحضرتك بالطلاق للضرر وتاخد كل حقوقك من الزوج، مش اي واحده طلع ضرر القاضي يحكم لها. لا طبعا، اي واحده ترفع دعوه القاضي هيحكم لها. لازم في شروط معينه، وفي اضرار، او هي الاضرار اللي هي الايه المهمه الواضحه اللي بيبقى نسبه نجاحها في المحكمه عشان القاضي يحكم لك باطار الضرر كبيره. وطبعا في حاجات كتير، بس انا هذكر من وجهه نظري الشخصيه الحالات اللي هي الاهم. طبعا اول حاجه التعدي بالضرب، وطبعا يتم اثبات ده. التعدي بالضرب اللي هو يوصل للاذى وده يتثبت، دي رقم واحد. رقم اتنين، الزوج يتاخد عليه اي حكم مخل بقى بالشرف والامانه، اي حكم مقيد للحريه. اي حكم مقيد للحريه بيبقى نسبه كبيره القاضي بيحكم للضرر. اي زوج يتعاطى مواد مخدره ويثبت ده ويوصل لمرحله الادمان، مش التعاطي اللي هو بيبقى مثلا على فترات بعيده، او مثلا اللي هو في مناسبه والجو ده، لا دي ما مش هتاثر قوي. انا بتكلم اللي بيتعاطى مخدرات لدرجه الادمان اللي هو ما يقدرش يستغنى عن المخدرات، سواء بقى مخدرات سواء خمور، اي نوع من انواع المسكرات عموما يعني. دي برضو وطبعا والسبب ده بتقدر الزوجه تاخد حاجه اسمها طلاق للضرر. الهجره اللي هو يهجر البيت يعني، او يسيب المنزل فترات طويله بدون اي رعايه، بدون اي حاجه في اي حاجه، ده برضو طبعا كل ده اي كلمه بقولها لازم يكون فيه اثبات مش بالكلام، عشان بس نبقى واضحين مع بعض يعني. ده برضو طلاق للضرر. اي زوج، وده طبعا ضمن بقى للقانون، هنا انا كده بتكلم على القانون مش بتكلم على الشرع. اي زوج بيتجوز من ورا زوجته وما يبلغهاش، والزوجه بتعرف وما تمش ابلاغها ان هو اتجوز عليها، بتقدر تاخد طلاق للضرر. دي برضو معلومه احب اضيفها. اي زوج بيأذي الزوجه اذى ان هو يوصلها ان هي تعصي ربنا، طبعا دي بتبقى صعبه شويه اثباتها، بس انا يعني بقول برضو، او طلب منها طلب غير شرعي، واحنا عارفين انا اقصد ايه بالغير الشرعي، وده ممكن يتثبت برضو بيبقى طلاق للضرر، بتاخد طلاق للضرر. كل الكلام ده متاح ليه ان الزوجه ترفع ضرر، بس يكون في اثباتات. ودايما انا لما بيجي لي حد يقول لي انا عايز اطلق واحده، عايز ارفع طلاق الضرر، بعرف ايه الاسباب الاول، وبقول لها لا اسبابك دي ما تاكلش عيش في المحكمه. فمش هنعرف نرفع لك الضرر. انت كده معلش انا اسف بتقولي حاجات عاديه يعني بتحصل في كل البيوت المصريه، بتحصل على القضاه نفسهم على فكره. يعني القضاه نفسهم ممكن يحصل معاك كده في بيته، فبتبقى حاجات عاديه ومشاكل عاديه. لكن انا بتكلم على المشاكل ان انت عامله مع واحد مش بيعاملك كبني ادمه، مش بيعامل ان هو معاه انسانه، بيعامل واحده ان هو معاه واحده، انا اسف في اللفظ يعني حيوانه مثلا او بهيمه يعني، فاهم؟ ده الانسان اللي هو لا يصلح المعاشره. لكن في مشاكل ما ينفعش فيها طلاق الضرر. طب بتاخد وقت قد ايه؟ ده طبعا السؤال المعتاد دايما بتساله، هي الدعوه دي بتاخد وقت قد ايه؟ يا جماعه ما فيش حاجه اسمها الدعوه دي بتاخد وقت قد ايه. كل دعوه وليها ظروفها، كل دايره وليها ظروفها، كل محكمه وليها ظروفها، كل منطقه وليها ظروفها. مش كل الدوائر بتخلص الدعوه في وقت واحد، مش كل الدوائر الدعوه هي نفس الدعوه بتخلص هنا بتخلص هنا بتخلص هنا. كل قضيه غير الثانيه، كل دعوه ليها ظروفها، كل واحده وليها مشاكلها. الدعوه شبه بعضيها، الخلع كتير، الطلاق كتير، القايمه كتير، النفقه كتير، بس كل دعوه هتلاقي فيها تركايه، هتلاقي فيها حوار، هتلاقي فيها قصه، هتلاقي فيها مش عارف ايه. مش عارف تاخد قد ايه. بيحصل فيها تحقيق، لازم يحصل فيها تحقيق، ويبقى فيها شهود لازم بنسبه 99.9. طلاق للضرر بيبقى فيه تحقيق وشهود عشان القاضي يقتنع ويقدر يكمل معلوماته اللي يقدر يوجه بيها نفسه، يا يقبل يا يرفض. فلازم يلجأ لله. لكن الخلع لا، ما بيتمش في التحقيق. النفقه ممكن
يبقى فيها تحقيق ممكن لا. انا بقول لك على الدعاوي اللي ممكن يبقى فيها تحقيقات، لكن طلاق الضرر ده اساسي عشان ده قرار صعب ان القاضي يطلق بكامل الحقوق. ده قرار مش سهل، لازم القاضي يتاكد من الضرر اللي واقع على الزوجه. الموضوع عشان كده بيبقى صعب شويه عن الخلع. الخلع مجرد ما بتقولي ان انا مش عايزاه الموضوع خلص، وبتمضي على كده وبتتنازلي عن حقوقك الشرعيه كلها، شكرا، خلاص القاضي ما عندوش اي مشكله. انت مش عايزاه وده حقك، انت مش عايزه تعيشي معاه، ايه المشكله؟ مفيش مشكله، براحتك، انت حره. لكن انت عايزه تسيبيه وتاخدي حقوقك، لا، لازم يبقى في ضرر واقع عليكي، وضرر واضح وصريح ومع اثباتات، مع ورق واثباتات، مش بالبق يا بشهود بقى. يعني كده كده الشهود دول اساسي موجودين، مع الشهود لازم يبقى في ورق او حاجه بتتقدم للمحكمه عشان المحكمه تقتنع وتقدر تحكم لك بالضرر اللي واقع عليك من الزوجه، من الزوج، سواء بقى طبعا زي ما قلت بالضرب، بالاهانه، بعدم ان هو يصرف، يهجر البيت، بيشرب مخدرات، اتحكم عليه، اكتشفت ان هو عنده مرض بعد الجواز وما قالكيش عليه وحبيت ان انت ما تكمليش، من حقك طبعا، بس اكتشفتي مش عرفتي وعشتي وجيتي تطلبي بعد كده انا عايز اطلع عشان عنده. طب انت كنت فين من ساعه ما اتجوزتيه؟ ما انت عرفتي وسكتي. عشان في ناس كتير بدايه تقول اصل كان عنده وانا سكت. طب انت ايه اللي سكتك؟ طالما انت مش موافقه وهو خبى عليكي حاجه ما ينفعش يخبيها عليكي واتفاجئتي هي بعد الجواز، لا، من حقك وهتاخدي كل حقوقك طالما هو ضحك عليك. وهنا طبعا في غلط في القانون ان هو ما كانش صريح اثناء عقد الجواز ان هو راجل سليم ما عندوش مشكله. عشان كده هم عملوا موضوع الكشف الطبي، ومهم جدا موضوع الكشف الطبي عشان بيبين المشاكل عن طرفين، فتبقوا داخلين على نور، يا تكملوا يا ما تكملوش، هيحصل حمل بقى وتخشوا في مشاكل صحيه ولا لا. موضوع مهم، فاتمنى الخير للجميع. انا بس حبيت القي الضوء على طلاق الضرر. برضه زي ما قلت لحضراتكم، اي حد عنده استفسار يبعت لي على الخاص وانا ان شاء الله احاول ارد على حضرتك. انا طبعا ممكن اخد وقت شويه في الرد، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ارد على الاستفسارات اللي بتجيلي حتى لو مش في ساعتها. اي استفسار يخص الفيديو دوت مفيش مشكله، فاي حاجه تانية ايا كان خارج قانون الاسره ما عنديش مانع. انا مركز على قانون الاسره مش عشان انا بحب شغل الاسره، عشان انا حزين على الوضع الاسري في مصر، وعشان بما اني انا ضمن الاسره المصريه وشايف اللي بيحصل في العائلات اللي حواليا، سواء زمايلي او قرايبي او اسرتي او ايا كان اللي اعرفهم، والضرر اللي واقع بسبب القانون المصري. فانا دوري كمحامي وعندي خلفيه ان انا اطلع انصح الناس خلي بالكم، حافظوا على بيتكم، عشان اهم حاجه في الوضع الحالي اللي احنا فيه هو الحفاظ على الاسره. الاسره لو حافظتوا على بعض هتكملوا، الاسره باظت الدنيا كلها باظت والمجتمع باظ والدنيا راحت في داهيه. تحياتي ليكم، ده كان فيديو سريع عن طلاق الضرر، ولسه مكملين مع بعض ان شاء الله فيديوهات الفتره اللي جايه. لسه عندي كلام كتير في قانون الاسره عايز اقوله، في حاجات لسه ما اتكلمتش فيها هتكلم فيها، يعني في نقط بتظهر لي او بعض استفسارات بتجيلي احاول ان انا اتكلم عليها بعد ما اخلص مجموعه الحلقات اللي تخص قانون الاسره والتعديلات، وهفضل مكمل معاكم كنوع من انواع النصايح عشان الناس تسمع وتتعلم وتحاول تنفذ ده في حياتها. تحياتي ليكم واشوفكم على خير. كان معاكم حاتم سعيد، اي استفسار تحت امركم بعد اذنكم. لو فيديو عجبك لايك وشير ومتابعه للصفحه، ما عجبكش اكنك ما شفتش الفيديو، واشوفكم على خير.